اللي حصل للأهلي قدام الترجي ده ما كانش مجرد هزيمة، ده كان انهيار تام. وفي الكام دقيقة الجايين دول هنشرح بالتفصيل إيه أسباب السقوط الصادم ده. الموضوع مش مجرد خسارة ماتش كورة، لا لا. اللي حصل ده وصفوه بأنه فضيحة بجلاجل، انهيار كامل لمنظومة الكورة في النادي الأهلي، دي كارثة بمعنى الكلمة. طيب إزاي فريق كان ماسك الماتش بالطول والعرض في الشوط الأول وفجأة ينهار بالشكل المهين ده في الشوط التاني؟ ده اللي هنحلله مع بعض. هنمسك القصة من أولها لآخرها، من الملعب لحد مكاتب الإدارة. الليلة دي ما كانتش ليلة عادية في تاريخ الأهلي، دي كانت فضيحة في قلب القاهرة. ليلة اتكتب فيها أرقام قياسية، بس للأسف كلها أرقام مهينة ومخجلة. عشان نعرف حجم الكارثة لازم نبص على الأرقام، ودي مش مجرد أرقام، دي حاجات بتحصل لأول مرة في تاريخ النادي. أول مرة نخسر من الترجي على أرضنا، أول مرة نخسر منهم رايح جاي، ويدخل فينا 3 في القاهرة. وفوق كل ده دي تالت هزيمة ورا بعض. لا دي مش صدفة، ده مؤشر خطير جدا إن في حاجة غلط، وغلط قوي. طيب سيبنا من الأرقام والإحصائيات دلوقتي، وتعالوا ندخل جوه الملعب نفسه ونشوف إيه اللي حصل بالظبط، وإزاي الفريق اتحول لفريق أشباح في الشوط التاني. بص على المقارنة دي بتلخص الماتش كله. شوط أول سيطرة كاملة، استحواذ بيوصل ل 77%، وضغط عالي. كان ممكن نخلص الماتش ب3 أو 4 مرتاح. وفجأة في الشوط التاني كل ده اتمسح. انهيار بدني تام، اللعيبة مش قادرة تجري، بتخسر كل الكرة المشتركة، استسلام كامل. كأن فريق تاني خالص هو اللي نزل الشوط التاني. والكلمة اللي كل الناس قالتها من محللين لجمهور هي إن روح الفانيلا الحمراء ماتت. اللعيبة دي كانت بتلعب من غير روح، من غير قتال، من غير أي إحساس بالمسؤولية. شكلهم كان مكسور ومستسلم. والمصيبة الأكبر إن الانهيار ده كان من اللعيبة الكبار، أعمدة الفريق الأساسية. يعني إمام عاشور اللي هو المفروض من أهم اللعيبة كان تايه تماماً، متهم بالكسل. محمد هاني في الباك اليمين كان يعني زي ما بيقولوا فتحة، مسؤول بشكل مباشر عن الجول الثالث. وياسر إبراهيم ودفاع الأهلي كله كان شوارع مفتوحة لأي حد يعدي. ده غير بن شرقي اللي غلط غلطة كارثية جابت جول التعادل. دي مش أخطاء عادية، دي كوارث. طيب والمدرب كان بيعمل إيه وسط كل الانهيار ده؟ ولا أي حاجة، واقف على الخط بيتفرج زينا زيه. الفريق بينهار بدنياً وتكتيكياً، وهو مستني لحد بعد الدقيقة 70 عشان يعمل تغييرات. 3 تغييرات بس، وفي وقت كان الماتش خلاص راح مننا. شلل تكتيكي كامل وعجز تام عن قراءة الماتش. طيب الانهيار ده مش وليد اللحظة، ومش سببه الملعب وبس. عشان نفهم الصورة كاملة لازم نرجع لورا شوية ونبص على اللي بيحصل في مكاتب الإدارة، لأن جذور الأزمة الحقيقية موجودة هناك. 8 مليون دولار، متخيلين الرقم؟ ده قيمة عقد المدرب توريس، استثمار ضخم جدا. وفي الآخر في مدرب من أول كام ماتش ليه والكل أجمع إنه مدرب فاشل، ضعيف فنيا ومش فاهم أي حاجة، فلوس بتترمي في الأرض. وهنا الناس كلها شاورت بصوابع الاتهام على جهة واحدة: الإدارة. إدارة فشلت فشلاً ذريعاً. ده كان رأي الأغلبية الساحقة من الجمهور والمحللين، والمسؤولية بتتحملها الإدارة بالكامل، وعلى رأسها الكابتن محمود الخطيب. لأن اللي حصل ده مش مجرد قرار واحد غلط، لأ، دي سلسلة طويلة من القرارات الكارثية. بنجيب مدربين فاشلين ورا بعض زي توريس وريبيرو، بنصرف ملايين على صفقات أجنبية وهمية، لعيبة بتيجي وتمشي ومحدش بيحس بيها، وفي نفس الوقت بنفرط في ولاد النادي اللي عندهم روح. وفوق كل ده مش عارفين نجيب مهاجم عادل ولا حتى نحمي الفريق من التحكيم. تراكمات كلها دمرت شخصية الفريق. وبعد كل ده كان طبيعي جدا إن الجمهور ينفجر. الهزيمة دي كانت القشة اللي قسمت ظهر البعير. غضب الجمهور وصل لمرحلة غير مسبوقة، والمطلب بقى واضح وصريح: التغيير والمحاسبة. السوشيال ميديا ولعت حرفياً، عاصفة غضب ما شافهاش النادي قبل كده، كلها موجهة لمجلس الإدارة ورئيس النادي. دي مش مجرد انتقادات، دي صرخة غضب حقيقية من جمهور حاسس إن النادي بيضيع. وسط الغضب ده بدأت الناس تطرح روشتة الإنقاذ، والمطالب واضحة جدا في 4 نقط. أولاً، تغيير الجهاز الفني ده فوراً ونجيب مدرب يعرف قيمة الأهلي. تانياً، تطهير قائمة الفريق، أي لاعب ما عندوش روح أو جودة فنية لازم يمشي. تالتاً، نرجع نبني هوية الفريق تاني، ندور على لعيبة عندها روح ورجولة بجد. ورابعاً ودي أهم حاجة، كفاية بقى صرف فلوس على صفقات فاشلة، لازم يكون في استراتيجية واضحة وذكية للتعاقدات. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي بعد الانهيار الشامل ده،
هل صوت الجمهور الغاضب ده هيوصل؟ هل مجلس الإدارة هيتحرك أخيراً ويعمل التغييرات الجذرية اللي النادي محتاجاه عشان ينقذ اللي باقي من الموسم؟ ولا هنفضل في نفس الدايرة؟ المستقبل غامض والإجابة في إيد الإدارة.